هل ممكن أعمل calculation جوه الpivot table؟ هنا في الexample اللي قدامنا عندنا cost وrevenue. لو أنا عايز أطلع الprofit هو الrevenue ناقص الcost. هل أقدر إن أنا أعمل ده جوه الpivot table؟ إحنا عارفين إن إحنا ممكن نيجي في أي cell نعمل equal وهاختار revenue minus الcost وهادوس enter ويجيب لي الفرق ما بينهم، واشوف كده الفرق هاشوف ان هو 1,378,000. فده الفرق ما بين الريفينيو والكوست بالنسبه للبرودكت كاتيجوري ده. انا بقى عايز اعمل ده جوه البيفت تيبل. اقدر اعمل ده عن طريق ان انا استخدم كالكوليشنز جوه البيفت تيبل. طيب هنعملها ازاي؟ واحنا واقفين على البيفت تيبل بيكون في عندنا فوق على اليمين مكتوب انالايز او بيفت تيبل انالايز. ببتدي ادوس عليها بالاقي اوبشن في الكالكوليشنز اسمه فيلدز ايتمز اند سيتس. بختار الاوبشن ده والاقي في عندي اوبشن اسمه كالكوليتد فيلد. بختار كالكوليتد فيلد بيبتدي يجيب لي مكان ان انا اعمل فيه الفورمولا. انت دلوقتي عايز تسمي الفيلد ده ايه؟ هيكون اسمه ايه؟ انا هسميه بروفيت. الفورمولا بتاعته هتكون عباره عن ايه؟ هشيل الزيرو وبعد ايكوال هختار الريفينيو وبعد كده اعمل ماينس من الكيبورد وبعد كده اختار الكوست وادوس اد وادوس اوكي. هنبص كده هنلاقي ان احنا ظهر عندنا كولوم، والكولوم ده بقى موجود اسمه بروفيت. البروفيت ده ما كانش موجود اصلا في البيفت تيبل. فهو هنا انا عملت كالكوليشن لكولوم اسمه بروفيت. ممكن هنا اعمل كالكوليشن زي مالتيبليكيشن ديفايد او بلس، اقدر ان انا استخدم الكالكوليشنز دي. فانا مجرد ان انا بعمل كالكوليشن دي بقى البروفيت موجود معايا جوه البيفت تيبل، فبحيث ان انا اقدر استخدمه في اي اناليسيس تاني انا محتاج ان انا اعمله. فانا كده قدرت ان انا اعمل كالكوليشن جوه البيفت تيبل. انا دلوقتي اقدر استخدم بس الكاتيجوري واعرف مين اكبر كاتيجوري محققه لي بروفيت. فهلاقي ان انا هنا كان عندي كاتيجوري البايكس كان محقق لي اعلى ريفينيو، بس اكبر بروفيت محققه لي كاتيجوري الاكسسوارز مش البايكس. فهنا انا بشوف الداتا وببتدي اعمل اناليسيز وببتدي اعمل كالكوليشنز جوه البيفت تيبل. فدي حاجه مفيده جدا بالنسبه لي لو انا عايز اعمل كالكوليشنز مش موجوده اوريدي في الداتا، عايز اضيفها في البيفت تيبل وابتدي استخدمها في الاناليسيز بتاعي. فاحنا كده شفنا ازاي بنعمل كالكوليشنز جوه البيفت تيبل، وان شاء الله تكون مفيده بالنسبه لكم وتستخدموها في الداتا بتاعتكم وانتم بتعملوا اناليسيز. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد قريب باذن الله.